السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطة مع كريمة. سعيدة بلقياكم من جديد. كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. لا فيديو ديالي غادي نقترح عليكم حلوة لشرب الشاي، حلوة رائعة سهلة اقتصادية، كتجي لذيذة بزاف، كتجي منسمة، كذلك كتجي مقرمشة. إن شاء الله أخواتي تجربوها، وكالعادة لعجبكم هاد لا فيديو كنتمنى أنكم توصلوه لأكبر عدد من اللايكات، وكذلك البارتاج مع الأهل والأصدقاء كي تعم الفائدة. وما نطولش عليكم، ننتقلوا جميع باش نتعرفوا على المقادير وكذلك طريقة التحضير. فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات اللي سهلة وبسيطة كما وعدتكم دائما، كناخد هنا واحد الإناء، عندي هنايا جوج ديال البيضات، بيضة غادي نضيفها كاملة، أما البيضة الثانية غادي نضيف ليها غير البياض فقط، الأصفر غادي نخليه جانبا. مكونات كما غادي تلاحظوا معايا اللي سهله وفي متناول الجميع، وفي الاخير كنتحصلوا على واحد الحلوه اللي كتجي اكثر من رائعه. بالنسبه للصفار غادي نغطيه ونخليه جانبا. هنا كذلك غادي نضيف نصف كأس من السكر. جميع المكونات كنعبرهم بالكاس ديال العنبه اللي السعه ديالو 150 ملي. هنا كذلك غادي نسم هذه الحلوه بكيس من السكر الفاني. غادي نضيف كذلك رشة من الملح لتصحيح الذوق. صافي كنخلط الكل مزيان حتى نتاكد ان دوك الحبيبات ديال السكر دابو. ضروري نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى يتجانسوا، ولاحظوا ان حتى اللون ديال الخليط تغير نوعا ما. هنا كذلك غادي نضيف نصف كأس من الزيت. الزيت كنضيفو تدريجيا كما كتلاحظوا وانا كنخلط. بالنسبه للمكونات غادي نخليها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. هنا غادي نضيف ملعقه كبيره من العسل اللي كتعطي اللون وكذلك حتى المذاق اللي رائع جدا. كنخلط كذلك الكل مزيان. هنا غادي نضيف واحد المنسمات اللي كيزيدوا لذة لهاد الحلوه هذه. هنا ضفت ملعقه من النافع، كذلك ملعقه من حبه حلاوه، ثم غادي نضيف القليل من القرفه اللي صراحه كتعطي واحد المذاق اللي لذيذ بزاف. جربوها اخواتي، انا اكيده غادي تنال الاعجاب ديالكم. هاد الحلوه هذه كتجي منسمه لذيذه بزاف. صافي كنخلط الكل مزيان حتى يتجانسوا بطبيعه الحال. مكونات اللي سهله وفي متناول الجميع. صافي هنا من بعد ما خلطت الكل مزيان غادي نضيف الدقيق. ضفت الكاس الاول ثم الكاس الثاني. بالنسبه للكاس الثالث غادي نخليه جانبا، غادي نضيفه دفعات. هنا كذلك غادي نضيف كيس من خميره الحلويات الوزن 8 غرام. صافي كنجمع الخليط ديالي مزيان ونضيف الدقيق عند الحاجه. هنا كما كتلاحظوا راني ضفت هنايا غير نصف كاس وغادي نزيد نضيف الكاس كامل. بالنسبه للدقيق اخواتي دخلت ليا هنايا 3 ديال الكؤوس وربع. صافي هنا خديت اللاطه اللي فرشت ليها ورق الزبده وغادي نشكل هكا كويرات كما كتلاحظوا. طبعا الحجم يكون متوسط، تقريبا العبار ديالهم 26 حتى 24 غرام. ما تكبروهاش بزاف وكذلك ما ديروهاش صغيره، وراه كتعطي يعني واحد الكميه يعني لا بأس بها مقارنه مع المكونات ديالها. هاد الحلوه هذه راها سريعه في التحضير، ما كتاخذش الوقت بزاف. تحضروها في الوقيته اللي تحضروا فيها الشاي، كتجي لذيذه بزاف اخواتي. غير جربوها، انا اكيده غادي تنال الاعجاب ديالكم، خصوصا انها سهله واقتصاديه ما فيهاش كثره المراحل او التعقيدات. كنستمر هنايا بنفس الطريقه حتى نكمل. كما كتلاحظوا يعني طريقه اللي سهله، كنكور هكا كويرات وكنبسطهم قليلا.
هنا صافي اخواتي، من بعد ما كملت اللاطه ديالي، هنا في هذه اللحظه راني وضعت الفرن يسخن على 180 درجه. هنا خديت صفار بيضاء اللي ضفت ليها قطرات من الخل، وكندهن هكا واحد الدهنه خفيفه. هنا كذلك غادي ناخذ السكين وغادي ندير هكا خطوط على هذا الشكل هذا، يعني ندير واحد الخطوط يعني غير خفاف، ما تحاولوش انكم تدخلوا السكين. ممكن الاستغناء على هذا التزيين، يعني تزينوا غير بالجلجلان او السمسم، او كذلك ممكن تزينوها بالكاوكاو كونكاسي. هنا كذلك غادي نرش عليها القليل من الجلجلان، وغادي نضعها في الفرن. طبعا غادي نضعها في الوسط، النار من الاسفل والاعلى. طبعا الحرارة على 170 درجة. في الأول وضعت الفرن يسخن على 180. منين دخلت اللاطة ديالي نقصت الحرارة على 170، وضعت اللاطة في الوسط حتى تحمر وتاخذ هذا اللون هذا الرائع جدا. كنتمنى من كل قلبي أنكم تجربوا هذه الحلوة هذه. أنا أكيدة أخواتي لا جربتوها غادي تنال الإعجاب ديالكم وتولي معتمدة عندكم، لأنها فعلا كتجي أكثر من رائعة، لذيذة بزاف، هشيشة. بدوك المنسمات اللي ضفنا لها كيعطيوها واحد المذاق اللي اكثر من رائعه. غير جربوها اخواتي على ضمانتي، ان شاء الله تجربوها غادي تعجبكم، لانها كتجي لذيذه، والاهم من ذلك انها سهله اقتصاديه وفي نفس الوقت سريعه. هاد الحلوه هذه تحضروها في الوقيته اللي تحضروا فيها الشاي، هكا لقهوه المساء او كذلك الفطور الصباح، كتجي اكثر من رائعه. كنتمنى اخواتي هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هنا قبل ما نختم الفيديو غادي نقسم معكم هنا وحده باش تشوفوا يعني كي كتجي من الداخل. كتجي رائعه جدا، كتجي محمره واخده هاد اللون هذا الذهبي اكثر من رائع. ديك الملعقه ديال العسل اللي كتعطيها واحد اللون اللي رائع جدا. هنا كما كتلاحظوا كتجي هشيشه بزاف، كتجي لذيذه. ان شاء الله اخواتي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وكي العاده لا عجبكم هذا الفيديو كنتمنى انكم توصلوا لاكبر عدد من اللايكات وكذلك التعاليق ديالكم المحفزه. والى اللقاء مع فيديو وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.